مرحبا، حياكم الله وسعد الله مساكم بالخير. اليوم سوف أتكلم من زاوية أدبية المسلسل يمني، يعني كأنه بدوي وهو ما هو بدوي وبعيد عن البداوة. مسلسل بدوي يعني مصور في صحراء ويطاردون لهم حرامية، وأنا أبى أتكلم عن الجوانب الأدبية في هذا المسلسل، وسوف أنقد السيف في هذا المسلسل. المسلسل هذا ما أدري اللي يمثلون فيه يتكلمون لهجة غريبة، لا هي من لهجات اليمن ولا هي من لهجات الجزيرة العربية ولا هي لهجة البادية، لا في اليمن ولا في أي مكان آخر. مخرج المسلسل مستوحي هذه اللهجة من لهجة في بعض المسلسلات في دول الشام، بعض المسلسلات البدوية في دول الشام، وجايب اللهجة هذه كأنها مشابهة لها وهي ما هي مشابهة لها وبعيد كل البعد. اليمن فيه عادات جميلة مثل أي الشعوب العربية الأخرى، عندهم عادات وعندهم أسلوب في إكرام الضيف وفي استقبال الضيف وفيه بداوة في اليمن، ولكن هذا المسلسل جانب الصواب، ما له علاقة بالبداوة لا من بعيد ولا من قريب. البادية في كل مكان، ما تختزل في مسلسلات الشام أو مسلسلات البدوية في الشام. البادية في روسيا وفي أمريكا وفي الصين وفي منغوليا وفي كل بلد في العالم، وليس لهم لهجة محددة. البادية هم اللي يتوطنون في الصحراء ويتعايشون مع البرية، ولكن هذا المسلسل ما جاب أي شيء من سلوم البادية. لو تلاحظ أكرام الضيف ما فيها أكرام ضيف في هذا المسلسل، لا تشوف دلال تدور على أهل الجلسة، لا تشوف دلال على المركدة وعلى النار، وما تشوف شيء أكرام للضيف. عادات بادية اليمن عادات جميلة جدا، مثل بقية بناء الجزيرة العربية، عادات وإكرام ضيف والنخوة وكل العلوم الطيبة. ما فيها إلا نشوف حرامية والثانيين يطاردونهم فقط لا غير، ويتجمعون ويجلسون، ولا نشوف أي شيء من علوم الرجال، لا قهوة ولا كرام ضيف ولا غيره. أتمنى من مخرج هذا المسلسل أنها استعان بأحد من بادية اليمن وفهمه كيف يكرمون الضيف، كيف يقهوون الضيف، كيف يستقبلون الضيف. ما نشوف إلا قطاعين طريق وناس تطاردهم فقط لا غير. أتمنى من مخرج المسلسل إذا عاده بيعيد له أجزاء ثانية يستعين بناس من البادية ويعلمونه على السلوم والعادات،